السلام عليكم أيها الصامدون الثابتون المرابطون في السهول والجبال والأودية والبحر والبر. سلام عليكم يا رجال الحزم والعزم والتضحية والفداء والبذل، أيها المدافعون عن الدين والأرض والعرض والكرامة والحرية والدولة المدنية. سلام عليكم يا أكرم من أنجبت اليمن وأعظم من مشت أقدامهم على أرضها ومن سقت دماؤهم ترابها ومن ضللت أرواحهم سماءها. سلام عليكم أيها الأتقياء الأنقياء الأوفياء يا خير من أقلت الصحراء وأضلت الأفياء ومن أحبت السماء، أيها الباذلون الأرواح والأولاد والدماء في سبيل الحق والدفاع عن الحق واسترجاع الوطن المنتهك والأرض المسلوبة بيد الأشقياء من عبيد فارس وغلمان السيد وعملاء إيران. سلام عليكم يا أبطال جيشنا الوطني وصناديد مقاومتنا الشعبية أينما كنتم وفي أي خندق حللتم وأي موقع استعدتم وأي مدينة حررتم وأزحتم عن كاهلها الظلم ونفضتم عن أكتاف أبنائها غبار العبودية والإذلال والمهانة. نعم، فأنتم اليوم تطفئون نيرانهم المقدسة في جبل النار بالمخا، وتعلون كلمة الله أكبر فوق هام السحب، وتسقطون شعارات الضلالة والجهالة والزيف التي ينعقون بها ليل نهار، وترفعون علم جمهورية اليمن الاتحاد عالية في كل قمم الانتصارات. وأنتم اليوم أيها الغر الميامين تشقون الفيافي والقفار وتزحفون ليل نهار وتنزعون من فؤاد الجبروت والطغيان نور العدالة والمساواة. أنتم تحصدون رقاب الباطل وتجتثون جذور العصبية والمناطقية والسلالية والمذهبية والإمامية المقيتة، وتستعيدون عظمة الفاتح خالد بن الوليد وأنتم تدخلون معسكره الذي سمي باسمه وتناقضت أفعال من فيه عن أفعاله. نعم، معسكر خالد الذي أوشك ما تبقى منه أن يغادر عهود الميليشيا ويعود إلى حاضنة الجيش الوطني الذي يسطر اليوم ملاحم بطولية داخل أسواره ويدك حصون الانقلابيين التي تتهاوى أمام ضربات الأبطال كأعجاز نخل خاوية. وفي الوقت نفسه تميد بهم ميدي وتلفظهم مياهها وتبتلعهم صحراؤها ويلقون فيها جزاء ما اقترفت أياديهم من جرائم بحق أبناء الشعب اليمني الذي لم يؤمن بهم يوما ولم يقبل بهم ولم يستسلم لكهنوتهم، فاندفع شرفاؤه في كل محافظات الجمهورية لسحق فلولهم، وهم يتجرعون اليوم الهزيمة تلو الأخرى في شبوة والضالع والبيضاء وفي تعز والجوف ونهم وصرواح وميدي والساحل الغربي وصعدة معقل ربهم الذي يعبدون من دون الله. وحتى داخل صنعاء الأمانة خرجت حركة أحرار صنعاء اليوم لتفزع قلوبهم الممتلئة بالخوف والحقد والكراهية، وها هم كلما شعروا باقتراب ساعتهم تمادوا وتجبروا، وكلما ضاق الحصار عليهم وعجزوا عن مقارعة الرجال ومواجهة الأبطال في الجبهات والميادين اتجهوا لصنع انتصارات وهمية عبر وسائل إعلامهم ومأجوريهم أو من خلال محاكمهم الطائفية التي تحكم على المقتول والمظلوم بالإعدام وتطلق سراح القاتل والظالم وتعدم بأحكامها التعسفية أرباب الفكر والحرية من الصحفيين والإعلاميين وتبرئ الخونة والمجرمين، ويفتي لهم في أمرهم ثلة من مصاصي الدماء وعلماء املأ جيبي واستر عيبي أفتي لك بما تشاء ممن تعينوا ليعينوا المجرمين على جرائمهم ويمنحون القاتل صفة المجاهد والسارق عباءة الزاهد والكاذب أخلاق الصادق الأمين. فيا أيها الجندي البطل، يا أيها اليمني الحر، يا أمل الوطن، قلتها قبل سنوات وكأني قلتها لك اليوم أيها اليمني الغيور، ثر وغامر، إنا نحبك أن تغامر. يا أيها البطل الذي قد جاء من رحم المجازر، يا أنت يا بطلا بأحشاء الخنادق قد ترعرع، الدم أول ما رضعت من البراءة وارتشفت من المشاعر، ومذابح الخلان أجمل ما رأت عيناك من وجع المناظر، تسلو إذا غناك رشاش أو داعبت أذنيك تكبيرات ثائر، وتسر إن تزغرد للشهيد الحر، يطربك العويل المر تقذفه الحناجر، الموت لعبتك الوحيدة والألغام أجمل ما لديك من الدمى وأروع ما أتاك من الهدايا، وحدائق الأنقاض ملعبك الذي زرعته كف الانقلاب بالجثث الورود وبالشظايا، بحشائش الأشلاء تسقيها دموع الأمهات من الثكالى وأنهار من الدم المعطر بالبشائر، فنشأت في جوف الفجيعة مفعما بالثأر، ترهبك المخاطر في كل شريان بجسمك ثورة حمراء، بركان من الغضب المدمر لا يهادن أو يحاور، فكل بيوتنا التي نسفت
وكل كرامة الوطن التي هتكت تدعوك يا أسد السعيدة أن تقاتل. وكل بيوتنا الثكلى وقد لبست فجيعة أهلها القتلى وشاحا من لهيب الغدر يأبى أن يغادر. نعم، نحبك أن تغامر يا أيها البطل الذي قد جاء من رحم البطولة والشهامة والرجولة والفروسية والكرامة والصمود.